في أخبارنا العاجلة، الجزائر تمتلك أكبر سد في إفريقيا. عند رؤيته للمرة الأولى تعتقد أنه بحر، لكنه هو مجرد سد كبير جدا، والذي يعتبر أحد أكبر سدود العالم. وأكبر سد في إفريقيا سد بني هارون بولاية ميلا الجزائرية يمتلئ على آخره على إثر الأمطار الأخيرة بالجزائر. لمعرفة كامل التفاصيل تابع الفيديو، ولكن ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. على إثر الأمطار الأخيرة امتلأ أكبر سد في إفريقيا بالجزائر. سد بني هارون هو سد ثقلي خرساني يقع بولاية ميلا بشرق الجزائر، ويقع خزانه في العديد من بلدياتها، ويعد أكبر سد مائي شيد في الجزائر بسعة تخزينية تقدر ب 960 مليون متر مكعب من الماء، وهو أكبر مشروع هيدروليكي في الجزائر. تم إنشاؤه في عام 2001، وبدأ حجز المياه فيه عام 2003، وأنشئ بشكل أساسي للتغلب على الجفاف الشديد في شمال شرق الجزائر، والمساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية والزراعية من خلال توفير المياه اللازمة لها. يمون 6 ولايات بالماء الصالح للشرب بما يعادل أكثر من 5 ملايين نسمة. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق.